أنت مصنع سيارة نيو، هي أول سيارة مغربية الصنع 100%. يعني تعتزمون منافسة عمالقة صناعة السيارات في العالم، والمغرب يضم مثلا أكبر المصانع، مصنع رونو، مصنع بيجو، سيتروين إلى غير ذلك. كيف ستعملون على منافسة هذه الشركات الكبرى؟ هي حتى شي حد ما كيحلم باش يصوب سياره في المغرب. عندنا الامكانيات، عندنا الموتور، عندنا الزاج، عندنا الفيسو، عندنا لي تيك، زعما عده ديال القطع الغيار موجودين في البلاد، والايكو سيستيم مجهد. علاش حتى واحد ما فكر؟ بدينا نقلبوا، وحنا بغينا نشجعوا معنا مجموعه ديال الناس اللي غيكملوا معنا هذا الحلم. ساعه بدينا نكملوه بوحدنا هذا الحلم، وسيدنا الله ينصرو شرفنا بوسام ملكي بالخياط. اهلا ومرحبا بك سيد بالخياط. اهلا، شكرا سي خالد. انت مصنع سياره نيو، هي اول سياره مغربيه الصنع 100%، ولكن قبل ذلك انت خريج جامعه تولوز، مختص في شعبه القانون، قانون الاعمال، اسواق المال، البنوك، الاسواق الماليه. بدات مسيرتك المهنيه مع كبرى شركات المحاماه هنا في العاصمه باريس، ثم اطلقت شركتك في اداره الاصول والطاقات المتجدده. كيف جاءت فكره الانتقال الى صناعه السيارات من المحاماه الى السيارات؟ هي بعد اولا بغيت نقول لك بان كنا كاملين صغار كنحلموا بالسيارات. هذه اول حاجه، كاملين عزيز علينا السيارات وكنحلموا بالسيارات. و النظره ديال سيدنا الله ينصرو اللي كنشوفوا في الصوره، ليكو سيستيم اوتوموبيل ولا غران فيزيون ديال لي زيكو سيستيم اوتوموبيل ولي انستيتيو دو ريشيرش المهنيه والقدره والامكانيات اللي في البلاد خلاتنا نقولوا. كان جابوا ديك الساعات 2016 اللي جاتنا الفكره. كانوا سيدنا الله ينصرو جاب شركه كبيره اللي جات تصمم وتصنع الموتور في المغرب. فاش جا الموتور في المغرب مع صديقي سالنا، قلنا علاش حتى شي حد ما كيحلم باش يصوب سياره في المغرب؟ عندنا الامكانيات، عندنا الموتور، عندنا الزاج، عندنا الفيسو، عندنا لي تيك، زعما عده ديال القطع الغيار موجودين في البلاد، والايكو سيستيم مجهد. علاش حتى واحد ما فكر؟ بدينا نقلبوا، وحنا بغينا نشجعوا معنا مجموعه ديال الناس اللي غيكملوا معنا هذا الحلم. ساعه بدينا نكملوه بوحدنا هذا الحلم، وسيدنا الله ينصرو شرفنا بوسام ملكي باش يشجعنا. هذا الوسام ديال الثقافه ديال الثقافه ديال هذه السيارة، سيارة نيو، هي سيارة رباعية الدفع. ما هو سعر هذه السيارة؟ هل في متناول المستهلك المغربي؟ حنايا من النهار الاول وحنايا كنخدموا ليل ونهار باش ان شاء الله تكون الامكانيات ديال المواطن المغربي اللي بدا يخدم، باش نشجعوه باش يمشي يخدم، حيت اليوم السياره هي لا موبيليتي، هي الخدمه. اوكي، دونك ان شاء الله السعر ديالها حاولنا ما يمكن باش ما يفوتش يكون ما بين 16 مليون ونص و 17 مليون ونص، حيت عندنا جوج ديال اي ما يعادل 17,000 دولار تقريبا. 17,000 دولار فوالا ان موين، 17,000 دولار. وهي عندك جوج موتورات، واحد ديال 82 خيل، واحد ديال 115 خيل، باش نخليو على حسب واش اللي كيبغي يسوق سبورتيف، وكاين اللي كيبغي يسوق سيارات رياضيه. نعم، يعني المملكه المغربيه تضم عشرات شركات صناعه السيارات، وانتم دخلتم هذا القطاع. هناك منافسه كبيره. هل السوق المغربيه سوق واعده؟ هل هذا الاستثمار سينجح، استثمار مربح؟ ان شاء الله حنايا حاولنا ما يمكن نكونوا في حسن الظن ونعملوا احسن انتاج، احسن وصفات ديال السيكوريتي ولا فيابيليتي ديال السياره. داكوغ، دونك ما وصلنا لهذا المنتوج اللي ربي خلانا نقدموا قبالة جلاله الملك، حتى كنا فرحانين بالجوده ديالها والامكانيات ديالها. وان شاء الله نتمنوا المغاربه حتى هما يستقبلوا هذه السياره اللي دابا ولات السياره ديالهم، حيت دابا صافي خرجت، ونتمنوا تعجبهم ويعطيونا لي غوتو. حنايا حداهم في الرباط باش ان شاء الله نزيدوا توجور تنسمعوا وني على كوت ديال السوق. الحمد لله. هل انتم وحنا متيقنين بالسعر والانتاج ديالها والكاليتي ديالها تجبر بلاصتها ان شاء الله في السوق المغربي. نعم، انتم يعني تعتزمون منافسه عمالقه صناعه السيارات في العالم، والمغرب يضم مثلا اكبر المصانع، مصنع رونو، مصنع بيجو، سيتروين الى غير ذلك. كيف ستعملون على منافسه هذه الشركات الكبرى؟ حنايا الحمد لله كانت تجربات قبل اللي داروا في المغرب، تصمموا في المغرب وتصنعوا في المغرب. هي ديال داسيا. نهار الاول فاش جات داسيا المغرب كلشي كان كيقول لك هذه سياره لوكوست. هيا شوف تبارك الله عليها شنو ولات، لا في المغرب لا في اوروبا ولات صغير. هيا ان شاء الله تبارك الله سيتروين صوبوا ديك السيارات سيتروين امي في المغرب، تصممات وتصنعات ودابا كتصدر في العالم. هما خلقوا شي حاجه جديده.
والحمد لله هي عاوتاني كتشوفها تضرات في العالم. اليوم الحمد لله الانتاج ديالنا كيمشي ما غينافسش الاخرين في السيغمون ديال السياره، حيت ما تنساوش هذا اس يو في كروس اوفر ديال 3 البيبان، عنده لا دي ان ديالو بحال ديال الجيب الويليس اللي كانت تصنت في الاربعينات، اللي كنا كلشي كبرنا كنشوفوا في الافلام الامريكيه، باش ان شاء الله ما تكونش عندها في السيغمون ديالها شي منافسه، حيت هذه السيغمون ديالها هي 3 البيبان ديكابوتابل، يمكن لك تمشي بها تخدم بها السيمانه وتمشي بها الويكاند السبت والحد للبحر، ولا تمشي للجبل تسالى تخرج عائلتك. دونك كنتمناو ان شاء الله هذا لا جونيس ديالنا اللي دابا اكتيف، اللي دابا فاقت، تعجبها، وان شاء الله راه عندنا دي نوفو ديفلوبمون اون كور بور ديال باش نكبروها. نعم، انتم بداتم بانتاج هذه السياره، سياره نيو، في المملكه المغربيه، ولكن لا تستهدفون فقط السوق المغربيه، هل ستعملون على التصدير نحو الدول الافريقيه مثلا؟ هي الحمد لله الانتاج المغربي معروف ومشكور في افريقيا بالجوده ديالو، بالكاليتي وبالاثمنه ديالو. حنا حاولنا ما يمكن بحيث نظن ان الحمد لله المغاربه بعدا هما الاولى تعجبهم ويشجعونا باش نمشيو ونصدروا في افريقيا. الحمد لله عندنا طلب كبير في بلدان اللي هما بلدان خوت، وحنا ديما كنفكروا في ما يسمى لا كوبيراسيون سود سود، التعاون جنوب جنوب، التعاون باش نخدموا بعضياتنا وباش نتعاونوا بعضياتنا، والحمد لله هذا الانتاج ما يكون غير بلاصتو حتى هي في افريقيا. نعم، هذه السيارة خضعت لمختلف الاختبارات بنجاح سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. بالنسبة فيما يتعلق بأوروبا، هل تعتزمون منافسة الشركات الفرنسية وأنت درست هنا وعشت هنا في عقر دار مصنعي السيارات العالميين؟ احنا الحمد لله فاهمين ليكو سيستيم والطلب ديال السوق. عندنا هذا كنعرفوا السوق الاوروبي ما يطلب، داكور. احنا الحمد لله هذه السياره دابا صوبناها باحسن الوصفات باش الى شي واحد بغى يشريها، يكون مواطن مغربي او يكون مواطن اوروبي، عندنا لي دوكيومون نيسيسير باش نخليوه يسجلها وتصدر في اوروبا، فرنسا، في اسبانيا ان شاء الله. دونك وي ان شاء الله كنتمناو ان المغاربه اللي كيعيشوا في اوروبا حتى هما يفرحوا بالانتاج المغربي، حتى هما يعاونونا باش نطوروا نعم. الدرابو ديالنا، العلامه ديالنا في اوروبا. بالفعل المملكه المغربيه كما اشرت الى ذلك سيد نسيم بالخياط، يعني تتوفر على شباب كفاءات باستطاعتها تصنيع هذه السيارات بجوده وكفاءه عاليه. ماذا عن السياره الكهربائيه؟ هل تعتزمون ايضا الدخول في هذا القطاع، في هذا المجال؟ اكيد. شوفوا الحمد لله اليوم في المغرب يوجد ما في القطاع السيارات والمصنع السيارات، كنجبروا جميع القطاع الغيار، وان شاء الله كنتمناو يدخلوا حتى ان شاء الله لي باتري اللي هما اليمون مهم في التصميم ديال السياره، البطاريات بالفعل، البطاريات في التصميم وفي الكلفه ديال السياره راه واصله ان شاء الله المغرب، وحنايا ديجا بدينا نواكبوا ونخدموا ونجتهدوا باش نخرجوا الموديل اللي ان شاء الله غيكون الكتريك بالبطاريات ان شاء الله حتى هما مغربيين. متى سيتم انتاج السيارات الكهربائيه في المغرب؟ نتمناو نبغي نعطيك معلومه، نتمناو العام الجاي قريب دوزيام سيمستر ان شاء الله 2024 ان شاء الله تكون نعم في النصف الثاني النصف الثاني من العام المقبل. ماذا عن الاستثمار في المملكه المغربيه؟ مناخ الاعمال هل يشجع الشباب على بعث شركات مقاولات في المغرب؟ وانا نقول لك اليوم الحمد لله انا هو ليكزومبل ديال شي واحد اللي ما عمره ما دار الصناعه، اللي ما عمره ما كان كيعرف شي حاجه. المثال في السيارات، والحمد لله جبرت ليكو سيستيم والشركات موجودين، اكثر من 250 شركه اللي اليوم كيطوروا، هما قويات كيطوروا الانتاج المغربي وكيصدروه في العالم، وعندنا اليوم الخبره، وعندنا لي زانستيتيو دو ريشيرش اي دي ديفلوبمون، وعندنا لي زانستيتيو دو فورماسيون اللي كيعملوا كيخليوا اليوم المواطن المغربي عنده احسن الجوده. دونك انا بهذا الشيء كامل راه بيان سور كنشجعوا اي مواطن مغربي اللي في العالم يجي يستثمر في بلادو. بيان سور عندنا اليوم الجوده، وهذه الجوده حنا غنبداو نصدروها من دابا عام حتى العام ان شاء الله. ما هو سر النجاح؟ رساله الى الشباب المغربي من اجل بعث هذا النوع من الشركات والمقاولات، ما هو سرك نسيم بالخياط؟ شنو نقول لك سي خليل؟ الشجاعه، وما تشكاش، ما كنتشكاوش، ما كان الحمد لله كنجبروا كلشي قبالتنا. اجيب شي مشروع اللي يكون حتى هو حلم وغتجبر، واللي كيخلي بلادك يتطور، غتجبر واحد النفسيه، واحد الباتريوتيزم. اي واحد في المغرب اللي غيبغي يعاون المواطن الحمد لله. المواطن حنايا فاش بدينا هذا المشروع
راه نقول لك دابا الناس اللي تقريبا وصلونا حتى لهنا ما كنتش كنعرفهم، ولاو اليوم عائلتي. علاش؟ حيت كان عندنا هذا الحلم كاملين اليوم نطوروا الانتاج المغربي وفي قطاع السير اللي هو واحد الكلوب مشدود، باش اي واحد اللي اليوم يمكن يعمل النيميرو شاسي يتبعوه في السياره ديالو. اليوم الحمد لله المغرب اتخافيغ لي موتور استطعنا نوصلوا لهذه الدرجه. ونتمنى لك كامل التوفيق. شكرا جزيلا لك نسيم بالخياط، مصنع نيو، أول سيارة مغربية الصنع 100%. كنت معنا من العاصمة الاقتصادية